تخيلوا ان في العالم اكتر من 285 مليون شخص بيعانوا من مشاكل بصرية، منهم حوالي 39 مليون شخص. الأرقام دي مش مجرد إحصائيات، دي أرواح بتعاني يوميا من تحديات ضخمة في أبسط تفاصيل الحياة. 90% من المكفوفين بيعيشوا في دول نامية، وده بيخلي التحديات أصعب بكتير بسبب نقص الموارد. رحلتنا بدأت لما فكرنا ليه ما نستغلش التكنولوجيا الحديثة عشان نخلق فرق حقيقي في حياة الناس. ومن هنا بدأنا تصميم العصاية الذكية اللي بتشتغل معاك تحميك وتفهمك كل اللي حواليك. هدفنا اننا نوفر حل ذكي وبسيط. تخيلوا ان شخص كفيف حياته كل يوم عبارة عن مغامرة مليانة صعوبات، مجرد التحرك من مكان للتاني ممكن يكون خطر كبير. عشان كده قررنا نتحرك. هنا فريق سمارت كايدز، أكاديمية زيكاتك، وأنا مريم حسين. وانا مريم هاني. وأنا طاهر محمد. هدفنا ان احنا نوفر حل ذكي وبسيط يساعد المكفوفين يعيشوا حياتهم بأمان واستقلالية. العصاية الذكية بتاعتنا مش مجرد فكرة، دي أداة تقدر تغير حياة 39 مليون شخص مكفوف وتوفر ليهم حياة مليانة أمان وثقة. أنا مريم حسين. تعالوا هكلمكم دلوقتي على الهاردوير اللي نستخدمه في المشروع بتاعنا. أول حاجة أنا مستخدمين الأردوينو، موصلين معها شويترز وسنسور. تعالوا أعرفكم عليها دلوقتي. أول حاجة كان في قدامنا كذا مشكلة. أول مشكلة معانا هي تفادي العقبات. استخدمنا الألتراسونيك الأولاني ده عشان نحلها. وجي في دماغنا سؤال نفرق ما بين العقبات الصغيرة والحائط العقبات الكبيرة، وعشان كده استخدمنا الألتراسونيك التاني ده. فلو السنسور الأول ده قارئ والسنسور التاني مش قارئ، يبقى ده كده عائق، كده ده عائق صغير زي السلم. الألتراسونيك الأول قارئ والألتراسونيك التاني قارئ، يبقى فيه كده عائق كبير زي الحيطة. استخدمنا السويتش عشان نتحكم في العصاية اللي عن طريقه نقدر نتحكم في كل العناصر دي. طبعا مش هننسى ان الشخص الكفيف ممكن يمشي في اماكن رطبة او مبلولة. وهنا استخدمنا في اسفل العصاية سويل مونستر، واللي عن طريقه نقدر نتعرف اذا كان في اضاءة او مفيش. اخر حاجة معانا البازر اللي عن طريقه اللي بينبه الشخص الكفيف اذا كان في خطر او لا. جزء الحركة اللي بيبقى قدام الشخص قدرنا نحدده عن طريق البي اي ار سنسور. استخدمنا في مشروعنا احد انواع الطاقة النظيفة، هي اننا بنحول حركة العصاية إلى كهرباء. استخدمنا ال AI عن طريق الموبايل وخصصنا ليه مكان في العصاية، وده بوكس الكنترول بتاعنا واللي من عن طريقه نقدر نتحكم في كل العناصر دي. عندنا حاجتين ال LDR وال LED. احنا مستخدمين جزء AI هكلمكم عن كل البرمجة زميلي طاهر. مش هنقول كلام كتير، تعالوا يلا نجرب العصاية بنفسنا. انا مريم هاني ده الاب بتاعنا. انا دلوقتي جاي اشرح لكم احنا عملنا ايه في الاب بتاع العصايه بتاعتنا. اول حاجه دي الواجهه بتاعه الاب بتاعنا. اول حاجه هنلاقي فيها 3 حاجات: about us والاب والسبورت. about us دي فيها معلومات عننا. السبورت دي لو اي حد واجه مشكله في استعمال العصايه يقدر ساعتها يبعت لنا الايميل بتاعه والبروبلم ويدوس سند، والمشكله هتوصل لنا واحنا بقدر الامكان هنحاول ان احنا نصلحها. بعد كده هنفتح الاب، هنلاقي ساين اب وساين ان، هندوس على ساين اب. بعد كده ندخل النيم بتاعنا. اوكي، بعد كده هندخل الباسورد اللي هو دلوقتي ما قبلش الباسورد لان لازم يكون فيه على الاقل 5 حروف او 5 ارقام، ولازم يبقى فيه ساين من الاتنين دول. هو دلوقتي قبل الباسورد، هندوس كده. بعد كده دلوقتي هنيجي على ساين ان، هندخل نفس النيم تاني وهندخل الباسورد. هو دلوقتي قبله. دلوقتي هنلاقي الاربع ايكونز دول هنا. هنفتح ده والكام هنا هنيجي نفتحها.
احنا دلوقتي لما دوسنا على الكاميرا هنلاقي ده طلع ان هو when this sprite clicked هيقدر يوريني ساعتها اي حاجة قدامه، والباقي كذلك. امشي بالراحة المرة دي. بالراحة عشان موبايلي لو بس اسمه اللي احنا مش بس بنقدم حل للتنقل، احنا بنقدم امل. كل صوت دعم من مشروعنا هو خطوة ناحية مستقبل أفضل للمكفوفين. احنا مؤمنين ان التكنولوجيا مش رفاهية، ده حق لكل شخص يقدر يعيش حياته بشكل طبيعي. العصاية دي هتدي ناس كتير فرصة يعيشوا من غير خوف، يواجهوا التحديات ويبقوا جزء طبيعي من حياتنا اليومية. دعمكم هو اللي بيخلينا نكمل ونتطور.